رقم واحد، العقل الواعي هو العقل اللي بيميز الحواس من حواليك، يعني زي مثلا حواس اللمس، الشم، النظر. ولكن عقلك الباطن أو اللي بنسميه برضو عقلك اللاواعي هو مركز تخزين كل تفاصيل اليوم بتاعك. يعني خبراتك اللي بتمر بيها في حياتك، التجارب اللي بتمر بيها، وحتى الصور اللي بتشوفها، ده كله بيتركز أو بيتخزن في عقلك الباطن. يعني معنى كده إن العقل الواعي للحواس والعقلك الباطن أو اللاواعي مركز للذاكرة. رقم اتنين، انت في يومك كله عقلك الواعي بتستخدمه بنسبة 5%، وباقي تفاصيل يومك بتستخدم فيه العقل الباطن او العقل اللاواعي بنسبة 95%. يعني معنى كده ان 95% من افعالك اليومية عقلك الباطن او اللاواعي هو المتحكم فيها والمسؤول عنها. رقم 3، عقلك الواعي واللي انت بتستخدمه بنسبة 5% هو ذكي وبيدرك اللي حواليه، ولكن ذاكرته ضعيفة. يعني تخيل لو قلت لك مثلا احفظ رقم مثلا 1 2 3، هتلاقي إن ودنك سمعت الرقم وهتحفظه لمدة 15 ثانية، في حين إن ذاكرة العين هتحفظه لمدة 5 ثواني وبس. ولكن الرقم ده بعد كده هيتنقل فين؟ هيتنقل للذاكرة المستمرة وهو عقلك الباطن أو عقلك اللاواعي. معنى كده إن ذاكرة العقل الواعي ضعيفة وذاكرة العقل اللاواعي أقوى. رقم 4، عقلك الباطن هو المسؤول عن أفعالك اللا إرادية خلال اليوم. وأفعالك اللا إرادية دي زي مثلا التنفس، ضربات القلب، حركة المعدة والأمعاء. يعني أنت مثلا ما تعرفش توقف حركة جهازك الهضمي لما بيهضم الأكل، ولا توقف ضربات قلبك، ولا تتحكم فيها. رقم 5، العقل الواعي ضعيف وملوش تأثير عليك زي عقلك الباطن أو عقلك اللاواعي. يعني مثلا أنت لو قلت إنك مبسوط وفرحان، أنت فعلا اللي اتحكمت في نطق الجملة دي، إنك مبسوط وفرحان سعيد. ولكن الجملة دي مش هيكون لها تأثير عليك إذا كان فعلا عقلك الباطن مش مبسوط ولا سعيد. فيبقى عقلك الواعي قال جملة لكن عقلك الباطن مش متفق مع كلامك، فالنتيجة هتبقى برضه حزين مش مبسوط.